شعر برق ورعد بخوف شديد عندما رأيا ظل الدب الكبير الذي كان يسرق أغنام السيد رمزي في كل ليلة. وقد شك بارود أن يكون الدب السارق هو لوز، فمن الممكن أن يكون لوز قد نما إلى ذلك الحجم في عام واحد. أبي، أمي، إلى اللقاء. ليلى، كوني حذرة، فالدببة استيقظت من سباتها الآن. طبعا. ليلى تخاف من الدببة. اسمعي ما أقوله يا مايا وافهميه. هناك دب كبير يجول في المنطقة وهو خطير. احذري، فلا يمكن التنبؤ بسلوك الحيوانات. وحتى لو اتضح أن الدب الكبير هو لوز فعليك ألا تقتربي منه، مفهوم؟ حاضر. ليلى، اعتني بمايا. طبعا سأفعل. ليلى أرجوك أوقفي العربة. لماذا؟ مايا، أين تذهبين؟ ماذا هناك يا بارود؟ لقد عاد إلى السرقة سيد رمزي. لوز عاد إلى سرقة الأغنام. ماذا؟ ليلة أمس وضعنا فخين، وفي كل منهما وضعنا قطعة كبيرة من اللحم. لم يأكل اللحم الموجود في الفخين فحسب، بل ثنى حديد الفخين أيضا وحرر نفسه. وأنت تعرف كم يلزم من القوة لفعل ذلك. لا أعرف دبا آخر ذكيا لدرجة أن يثني حديد الفخين محررا نفسه. إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نضع فخا كبيرا يستطيع القضاء على أقوى الدببة. ماذا هناك؟ ماذا بك؟ هناك أمر مريع يحدث. إنهم يريدون أن يصطادوا لوز في فخ كبير. ماذا تقولين؟ لن نسمح لهم بذلك. علينا أن نساعد لوز. هل سمعت؟ ثبت الأوتاد جيدا بحيث لا يستطيع الدب أن ينجو من الفخ. هذا جيد. ثبت الوتد الثاني أيضا. هذا آخر وتد لدينا. ضعاه. اسمعاني جيدا، عندما ينتهي بناء الفخ اصعدا إلى أقرب شجرة لتراقباه. تريد مني المراقبة؟ طبعا، وعندما يسقط الدب في الفخ عليك أن تأتي إلي مباشرة لتخبرني. أخي، أنا خائف جدا. وأنا أيضا، فذلك الدب عملاق ومخيف جدا. هيا، علينا أن ننتهي بسرعة. ماذا سنفعل؟ يجب أن نجد لوز قبل أن يمسكوا به. لوز، سكر. أنا مجد، وهناك أمر مهم جدا يجب أن أقوله لكما. لوز، سكر، لوز، سكر. أخي، هل أنت خائف؟ اعترف أنك خائف مثلي. لا تكن سخيفا مما أخاف. تعتقد أنه لوز؟ أبي، إذا كان الدب هو لوز فعلا، هل سيقتلونه في كل الحالات؟ أجل. وأنت؟ لا تقلق أبدا يا مجد، فأنا لن أقتل لوز بهذه السهام. إذن لماذا تضع السم على رأس السهم؟ لا، هذا ليس سما، إنه مخدر يستعملونه في الصيد منذ قرون. وكيف يعمل؟ عندما يصاب الدب بالسهم يتأثر بالمادة المخدرة فيعجز عن الحركة. ولكن إذا كان الدب الذي سيصيبه السهم هو لوز، فكيف سنتصرف يا أبي؟ سنطلب المعونة حتى نحمل لوز ونأخذه إلى الغابات بحيث لا يستطيع العودة إلى هنا.
تريد إبعاده؟ يجب علينا أن نجد لوز حتما قبل أن ينجح بارود ورجاله في الإمساك به. ماذا سأفعل الآن؟ أرجو ألا يكون الدب الذي يأتي إلى مزرعة السيد رمزي هو لوز، وإذا كان هو فعليه ألا يسرق ثانية أي من خراف وحيوانات المزرعة. كيف سأستطيع أن أحذر لوز كي يبتعد عن الناس؟ يا إلهي، إذا أمسكوا به فسوف يقتلونه حتما. يا إلهي أرجوك ساعد. الزعيم الكبير؟ هل كنت تدعو الله أن ينقذ صديقك لوز؟ نعم أيها الزعيم. لقد سمعت ما قلته يا مجد. عزيزي مجد، هناك أمر هام وخطير يجب أن تعرفه. أي أمر هذا؟ ربما لا تعرف أن هناك نوعين من الدببة. نوع مسالم لا يأكل إلا الفواكه والعسل والأعشاب ويقوم بصيد السمك عند الجوع الشديد، والنوع الثاني من الدببة يتغذى على اللحم ويسرق الخراف والعجول، وهذا النوع خطير جدا. إذا كان لوز من النوع الثاني من الدببة فهذا يعني أنه حيوان خطير جدا. كل ما نستطيعه هو أن نأمل أن يترك لوز المنطقة إن كان هو الدب المقصود، فحياته في خطر. هل تريد الحلوى؟ هيا الحق بي. لا تخف، هيا اقفز، هيا هيا. لوز كان حيوانا مسالما، كيف يمكن أن يتحول إلى حيوان شرير؟ لا أصدق أبدا أنه قادر على قتل الخراف ببساطة. مجد، بعض الدببة لا تثبت في الشتاء، بل تقضي الشتاء في البحث عن حيوانات تأكلها كي تقاوم الجوع. إذا كان لوز من ذلك النوع فمن الممكن أن يكون قد هاجم الأغنام بسبب الجوع. شعر لوز بدهشة كبيرة، فقد كانت الحيوانات تفر هاربة عندما تراه. إنها تهرب مني لأني أصبحت كبيرا. كان لوز يريد أن يحدد منطقة خاصة به، تماما كما كان يرى أمه بينتو تفعل عندما كان صغيرا.
وكان يضع علامات منطقته عن طريق حك ظهره بالأشجار ليترك رائحته عليها. وفجأة شم لوز رائحة غريبة. ترى هل هناك حيوان آخر يريد الاعتداء على منطقة لوز؟ كان الحيوان الذي خرج من بين الأشجار دباً أسود، وهو نفسه من هاجم لوز وسكر عدة مرات من قبل. وكان ذلك الدب يجر معه العجل الذي سرقه اليوم من مزرعة السيد رمزي. لم يرى لوز الدب الأسود كبيراً هذه المرة لأنه كبير أيضاً. وهكذا كشر الدبان عن أنيابهما وأخذا يدوران حول بعضهما، ولم يكن أي منهما مستعدا أن يتنازل للآخر. بعد المعركة مع الدب الأسود كان لوز مرهقا جدا، لكنه شم فجأة الرائحة التي يحبها كثيرا، رائحة العسل. العسل! إذا استطاع أن يأكل بعض العسل فستعود إليه قوته. لكن أين العسل؟ ربما هنا أو هناك. إنه هناك. لقد وقع الدب في الفخ. يجب أن نخبر السيد رمزي. يجب أن نفك الحبل أولا يا أخي. هل هناك دب في الفخ حقا؟ دب كبير وقوي، يجب أن تأتي فورا وإلا حطم القفص وهرب. لنذهب حالا يا بارود. حاضر، هيا يا رجال. أبي انتظر يا أبي، يجب أن لا تسمح لهم بقتل لوز. مايا، لم يعد لوز الجرو الصغير الذي كنت تلعبين معه، إنه عدو لنا الآن، فهو يسرق الأغنام والعجول. ليس لوز أبدا. عودي إلى البيت حالا يا مايا. ما هذا؟ أظن أن فخهم قد امتلأ وهم ذاهبون إليه. هيا يا مجد، يجب أن نسرع، ربما أمسكوا بلوز. هيا.
دليل على أن الدب الذي يسرق عجول السيد رمزي لم يكن لوز. لوز؟ لوز هو من يسرق حيواناتنا. ماذا نفعل؟ يجب أن نفعل شيئا. أطلق النار. لا تطلقوا النار! لا تطلقوا النار عليه! ابتعد مجد. ليس لوز من سرق أغنامك، بل هو دب آخر، دب أسود. لا أصدق. كلام مجد صحيح سيد رمزي، لدينا الدليل القاطع. ها؟ إنه لوز حقا، صديقي لوز، صديقي لوز. ألا تعرفني؟ هذا أنا صديقك مجد. مجد لقد نسي لوز من أنت. ابتعد عنه ابتعد فورا. يا بني. قلت لك ابتعد. مجد، ألا تسمع ما أقول؟ ابتعد حالا. لوز، هل تذكر معنى هذه الإشارة؟ إنها تعني اجلس. انظر، الإشارة تعني اجلس. هيا. أنت لم تنس معنى الإشارة يا لوز. 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 لوز، لقد افتقدتك كثيرا. اشتقت إليك كثيرا يا صديقي. لقد أصبحت كبيرا وقويا الآن. اشتقت لهذا. مجد، انظر إليه كيف يشرب. لا أصدق كم كبر لوز في عام واحد. كان يمكن ألا نعرفه لو رأيناه في مكان آخر. مجد بني، هيا بنا. اسمع يا لوز، يجب أن ترحل. سنعيدك إلى الغابة الآن. لوز، يجب أن لا تقترب من مكان وجود الناس أبداً. إذا شممت رائحة الناس قريباً منك يجب أن تهرب. هل فهمت؟ لوز، ما بك؟ هل هناك شيء؟ سكر، إنها هنا أيضا. سكر، أنا سعيدة أنك هنا. لوز، سكر، إنه وقت الوداع. سكر. وداعا لوز، وداعا سكر، اعتني بنفسك. وداعا لوز، لوز الصغير، اعتني بنفسك جيدا. وداعا سكر.
إلى اللقاء. عاد لوز وسكر إلى الغابة. لقد صارا كبيرين وقادرين على الاعتناء بنفسيهما جيدا في البيئة المتوحشة للغابة، وعاشا مع بقية حيوانات الجبل الكبير. هناك حيث ولدتهما أمهما بينتو، وهناك حيث وجدهما مجد. كانت تلك قصة الدبين الصغيرين لوز وسكر التي كتبتها لكم، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها.